هنتكلم النهارده عن مسلسل مملكة الخواتم، المسلسل الإذاعي اللي أنا شرفت بتأليفه وهينزل في رمضان على راديو تسعينات. إخراج المخرج الكبير الإذاعي كريم الحسيني. أنا عملت مع كريم مسلسلين السنة دي، خطوة نور ومسلسل مملكة الخواتم. خطوة نور كان قصته، أما مملكة الخواتم هو قصتي أنا النهارده داخل 40 سنة أو عندي 40 سنة، فبقالي فترة كبيرة جدا بألف، مهتم بالكتابة من أكتر. يعني ولع السينما واخدني وولع التلفزيون، وخاصة الكتابة التلفزيونية وكتابة المسلسلات من أكتر من 20 سنة بكتب، وحضرت ورش سيناريو وجربت كتبت ليا تجارب قبل كده، مسرح، إذاعة. ليا مسلسل واحد وموفقتش فيه، كان مسلسل اسمه عائلة بسطويسي، هتلاقوا حلقات منه نازلة على اليوتيوب وعلى النت، وكان بطولة مظهر أبو النجا وكان إخراج جمال خزيم. المسلسل بعد ما اتباع حصلت مشكلة بين الشركة المنتجة والقناة اللي بتذيع المسلسل، فالمسلسل توقف. طبعا يعني المسلسل ده كان في حدود 2012، فالمسلسل دوت لو كان اتذاع كانت حاجات كتير جدا في حياتي هتتغير، كان في قرارات كتير جدا في حياتي هتتغير. مسلسل عائلة بسطويسي كان مسلسل كوميدي، وكان أول مسلسل ليا تلفزيوني، وكنت متوقع إن هو ينجح نجاح كبير جدا. أول ما دخلنا المسلسل كان المفروض هيبقى بطولة سمير غانم، بعد كده سمير غانم انسحب، جابوا حمدي أحمد اللي هو بتاع فيلم القاهرة 30، انسحب، جابوا مظهر أبو النجا. كان مسلسل فيه مشاكل كتيرة جدا جدا، بس ككتابة في أفكار جديدة، كان في أفكار في الوقت دوت جديدة وقوية، وأنا بذلت فيه مجهود كبير. المسلسل ما اتذاعش، ذاع منه حلقة تقريبا أو حلقتين وتوقف. بس وأنا خرجت بره سوق السيناريو خالص، يعني فضلت بقى لا مسرحية مثلا في الثقافة، مسرحية باللغة العربية، مش عارف الحاجات اللي هي رواية. نزلت روايات، نزلت بتاع 3 4 روايات، نزلت قصص قصيرة، عملت دراسات عليا، حصلت على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. بس في الآخر موضوع السيناريو هو المحرك الأساسي ليا، وهو الحب ليا. أنا فاكر كويس قوي ما قابلت أسامة أنور عكاشة، كنت لسه في الثانوية العامة تقريبا، كانت في ندوة من ندوات معرض الكتاب، ورحت قلت له، اداني رقم تليفونه ساعتها الله يرحمه، قلت له بعد الندوة أنا بحب الكتابة جدا وبكتب ونفسي أكتب. فقال لي ساعتها يعني، قال لي طب اديني وريني شغلك. وريته شغلي، قال كويس، ما قالش وحش. يعني طبعا يعني انتوا بتتكلموا على عقل واحد صغنن، يعني واحد صغير. قال كويس وانت مناسب اكتر ان انت تكتب مسلسلات عن افلام. وانا خدتها من ساعتها قاعده بقى، قعدت ازود نفسي مهاراتي في المسلسلات. وقال لي انت بتفكر بشكل عرضي، قال لي الكتابه م- مشوارها طويل، ممكن تنجح بعد سنه، تنجح بعد 10، تنجح بعد 20. فضلت اجرب، فضلت احاول. آه، دخلت تجارب مع شركات انتاج، وكانت تجارب تكاد تكون سيئة. يعني عيد واكتب وعيد واكتب وعيد واكتب واكتب وعيد وفي الآخر الموضوع مش بيتم. اللي بياخده شغله أو بيكتب مش هو الأفضل أو الأحسن، الموضوع ليه أبعاد تانية خالص. يعني الفكرة اللي أنا عايز أقولها من الفيديو، أو اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة، إن أهم حاجة في الكتابة، موضوع السيناريو، إنك تستمر. عايز أقول لكم إن في ناس كتيرة جدا بتكتب. أنا لما بروح أسجل عمل مثلا في المبنى اللي هو في الدق ده اللي هو بتاع وزارة الثقافة، تلاقي ناس كتيرة جاية من بلاد كتيرة جدا بتكتب، وأعمار صغيرة وأعمار كبيرة، فالمعروض كتير جدا. وقابلت ناس يعني واخدة إن الكتابة ديت إيه، هنكتب عمل النهاردة
هبيعه مثلا مش عارف بكام، هبقى غني. طبعا عايز اقول لهم كان غيركم اشطر، المشوار طويل جدا. واللي بيتكتب، يعني مثلا الكاتب يقعد يكتب اعمال كتير جدا بتعرض له، مثلا اللي بينجح اللي هو يوصله 10 او 15%. الموضوع صعب، والدخول صعب لو انت مش من الاسر الفنيه. نبيل فاروق، دكتور نبيل فاروق، قابلته وعملت معاه ندوه وليا صور معاه. كان مره في ندوه فبيقول لك انا عرضت عمل على منتج وهو قبل ما يشتهر، فالمنتج قال له ده عمل سيء. تمر السنين وتمر السنين ودكتور نبيل فاروق يبقى مشهور، فيجي المنتج ده بيقول له ما فيش عمل ليك عندنا جديد يعني نعمله سينما او كده. فبيقول لك دكتور نبيل فاروق عرضت عليه نفس العمل، فقال لي ده عمل ممتاز، ده عمل عبقري. فالموضوع سوق السيناريو وسوق الكتابة، في اجتهاد طبعا، في حظ، في اللي انت ككاتب لازم تطور نفسك. طب ايه الحاجة اللي انا عملتها مثلا اللي ممكن تكون عايز اقولها في الفيديو ده؟ الحاجة اللي انا عملتها وبقولها للناس او بقولها للشباب اللي عايزين يتعلموا كتابة او اللي هم عايزين يستمروا في الموضوع، ان انا لسه مستمر، ما يئستش، ما زهقتش. ده نجاح، ده نجاح، اللي انت قاعد مستمر وبتجرب تاني وبتحاول تاني وبتتعلم تاني وبتحاول اللي انت ما تفقدش شغفك. طولت عليكم، اسمعوا بقى مسلسل مملكة الخواتم، مسلسل هيعجبكم جدا، نازل في رمضان. وان شاء الله يتحول بقى يبقى مثلا 3D، بعد كده يبقى مسلسل تلفزيوني. دعواتكم.